وما ان شاء الله غادي نقدم لكم كيكه ديال الحامض اللي كتجي لذيذه وكتجي خفيفه من الوسط، كتعجب الصغار والكبار، واللي هي اقتصاديه. المقادير ديالها سهله. نتعرفوا على المقادير: 250 غرام من الدقيق الابيض، 2 ديال الكؤوس من السكر سنيده ما يعادل 250 غرام، كأس من الحليب، نصف كأس من عصير الحامض، كأس من الزيت ما يعادل 150 مليلتر، مبشور ديال 2 ديال الحامضات، 2 ديال البيضات. هذه هي المقادير. في انيه بحال هذه غادي ناخذ البيض، نكسروا 2 بيضات، غنضيفوا عليهم 2 كيسان ديال السنيده، وغادي نديروا الطراب الكهربائي باش نطربوا. نطربوا في الاول بسرعه منخفضه، نستمروا بالتطريب حتى يتخلط الخليط مزيان. بعد ما طربنا البيض اصبح الشكل ديالو هو هذا، غادي نضيفوا الزيت، وغادي نضيفوا الحليب، وغادي نستمروا بالتطريب. بعد ما خفقنا الخليط مزيان غادي نضيفوا الان العصير ديال الحامض، نص كاس ديال عصير الحامض، وغادي نضيفوا المبشور ديال 2 ديال الحامضات، وغادي نخلطوا شويه. ناخذوا 2 ديال الخمارات اللي هما 7 غرام، غادي نضيفهم وسط الدقيق، جوج ديال الخمارات كل ساشي فيها 7 غرام، نعملوهم في الدقيق ونبداو نعملو وسط الخليط ونطربوه غير بشويه حتى نكملو، غير بشويه حتى نكملو. بعد ما كيتخلط الخليط كيعود الشكل ديالو هو هذا، كيعود خفيف. الان غادي نجيبوا الانيه باش غادي نصفوا الخليط. ناخذ الطاوه ديال الكيكه بحال هذه ولا الطاوه اللي حنا حبينا، غنصبوا فيها الخليط. غادي ندخلوها للفران مسخن على 180 درجه لمده ديال 20 دقيقه. نشوفوا الحلوه ديالنا، غادي نديرو فيها موس ولا فورشيط ولا شي حاجه رقيقه
اللي نقلبوها نشوفوها الا كانت فازقه راه باقا ما طابش، ولا خرجناها ناشفه راه طابت. منين تكمل زينوها كيف حبينا ونشوفوا التقديم في الاخر. الكيكه ديالي بعد ما خرجتها من الفران هذا هو الشكل ديالها. ريحتها جميله بزاف، فيها ريحه الحامض، تعجبني ريحه الحامض. زينتها دهنتها بالكونفيتور وزينتها بالكوك. يمكن كل واحد يزينها بالطريقه اللي هي كتعجبو. نتمنى تجربوها. اقتصاديه وسهله ومكوناتها بسيطه ومتوفره في كل بيت. الشكل ديالها كيجي هو هذا. تجي من الداخل خفيفه يعني، والرائحه ديالها جميله بزاف. الشكل ديالها كيف كتلاحظوا خفيفه مهويه. نتمنى يعجبكم لا فيديو وتشاركوا معايا في القناه ديالي باش تدعموني.